عارف المقدمة بليدة لكن ما حنك طوالي ندخل في الموضوع. في الآونة الأخيرة وخاصة في السوشيال ميديا انتشرت هذه المقولة: محاسن كوب جبنة، محاسن كوب أنقارة، محاسن كوب حرجل. والمشكلة ما هنا، المشكلة أي نكتة في الفيسبوك والواتساب بقت تنتهي بمحاسن كوب حرجل. وكمان خويانا الطيبين زود على حرجل وبقت محاسن تدخل في أي نكتة بينك. ولو ما مصدقين جبت لكم الأدلة عشان ما في زول يكذبني ولا يقول أنا قاعد أألف. موسيقى كونان دي تدخلها هنا شنو؟ هاي والله كان المفروض ما تدخل، ما عارف اتدخلها شنو. اوكي ما علينا. وكمان في اخونا الف لنا معلقة كاملة عن محاسن. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اسمي سامي. إن شاء الله بقدم لكم الشعر بعنوان محاسن. محاسن ده الغد المضمون، محاسن لها ألف زبون، محاسن ضجة الواتساب، محاسن هزة الإسناب، حكاية عجيبة يا أحباب، رواية وقصة دون أسباب، محاسن قمة الإزعاج. خلاص يا شيخ. وكمان في اخونا طيب منهم كلهم قام الف لنا اغنية كاملة عن محاسن، وما حقول لكم اسمها العربي قناته لكن اخليكم تسمعوا الاغنية وبراكم تحكم. معلش قطعت لكم لكن داير اضيف الرقصة دي لانه شكلها ما جاي ظريف. لو ما شفته ممكن اموت، لو شفته برجل محاسن كوب جبنه ومحاسن كوب حرجل. لو ما شفته ممكن اموت، لو شفته برجل محاسن كوب جبنه محاسن كوب حرجل. محاسن جيبي مويه ان شاء الله مويه نار، من شفت الحبيب قلبي فيه احتار. سماحه ما بصراحة الأغنية عجبتني وأحسن من تسمع عليك. وكمان محاسن ما وقفت هنا، كمان بحثنا في الفيسبوك ولقينا 3 صفحات كلها باسم محاسن كوب حرية. والمشكلة الكبرى ما هنا، المشكلة إنه محاسن انتشرت في أوروبا وآسيا وقاعدة تسحب لأستراليا. محاسن كوب يرجل، محاسن كوبي أنقارة، محاسن كوبي جبنة. شكرا لاخونا السوداني ده، ما قصروا ديل الناس المفروض يخدموا الوطن. وفي ناس كتير بتقول الجملة دي وما عارف اساسها جت من وين. بعض الناس اعتقدت انها اول مرة يسمعوها في المسرحية دي. حسنا، اهلا وسهلا مرحبا. عليك الله شاي سادة سكر تقيل. حاضر. سكر تقيل، عسل بس. ما قلنا حاضر. سكر تقيل عسل، لك 3 معالق سكر عسل بس. ما سمعنا يا ولد الحلال. لكن اساسا ما جت من المسرحية ده، الكلام ده كله جاو طارق جيب الله. محاسن كوب جبنة، محاسن كوب أنقارة، محاسن كوب حرجل. انت يا ولد. بعض الناس طلعت اشاعات انه محاسن دي واحدة ست شاي في السوق الشعبي، ورفعت قضية ضد اي زول بيقول الجملة دي وحاجات زي كده. لكن الكلام ده كله اكتشفنا انه اشاعات وكذب وما عنده اي اساس. وكالعاده نحن السودانيين في كل سنه لو ما طلعنا حاجه ما بنرتاح. في 2016 ظهرت ظاهره عم عبده وبرضه هزت الفيسبوك والواتساب. يا عبدو رجالي ورا سرك لي سرك لي سرك لي واي 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 واي. وفي 2017 ظهرت ظاهره محاسن. وشكلنا هنمشي نسال عائله سمسم في 2018 حيطلع شنو. اوكي، هذا كان كل اللي عندي اليوم. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتشوف المقاطع السابقة وبيس. بالنسبة لإقامة نلقى إنه إقامة في الجناح الرئاسي ب$4000، وده طبعا بدفعوا ناس عمو بشة وعمو بكوري. أما بالنسبة للغرف العادية فسعر غرفة